السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، هذا الفيديو اللي غتسمعوا اليوم ربما حتى شي واحد ما تكلم عليه وحتى شي واحد ما غيتكلم عليه، فهو رسالة واضحة لكل مغربي خاصو يفهم هذه المسألة. أنا الإخوان اليوم بغيت نطلب منكم طلب واحد، هو أنكم تكملوا هذا الفيديو إلى الآخر، لأن فيه واحد المعلومات اللي جد خطيرة. إخوان الكرام، هاد الشوشرة اللي نضت على المغرب في كوب دافريك وفي التنظيم ديالو، والحمد لله ان ما ديناش اللقاء في الاخير، كان الهدف منها هو اسقاط ما هو اهم. ما هو الاهم الاخوان؟ غنقول لكم دابا حاليا كل دوله في العالم، نتوما ضروري تكونوا سمعتوا في الاعلام ان الدوله كتقول انا كنحضر الرعايه ديالي، خصوصا الدول المتقدمه بحال امريكا بحال فرنسا بحال المانيا بحال اسبانيا، كيحضروا الرعايه ديالهم انهم يسافروا لواحد الدوله اكس. علاش؟ لان فيها انقلاب او فيها شي مشكل الى اخره. بالتالي هاد التحذير اللي كتسمعوه نتوما كيكون للشعب كامل، فبالتالي ما كاينش مشكل انهم يبرزوا هاد القضيه، وفي نفس الوقت كتكون واحد الوسيله الضغط على هذوك الدول. مساله اخرى الاخوان، وهذه جد مهمه وقليل اللي يعرفها، اي دوله عندها مستثمرين، هذوك المستثمرين كاين واحد اللائحه ديال الدول اللي غيقدروا يستثمروا فيها. المغرب ملي كيدير هاد التظاهره بهذا الشكل راه كتعبر على بزاف ديال المسائل اللي ما كيشوفهاش العالم. هذه فرصه انه يبين للعالم ان عنده لانفراستركتور، هذه فرصه انه يبين للعالم ان عنده اوتيلات اللي خدامين وحيويين، هذه فرصه انه يبين للعالم انه ما عندوش مشكل في التنقل. كاين ترونسبور، كاين ترام، كاين قطار، كاين تي جي في، كاين طاكسيات الصغار، كاين طاكسيات الكبار. عطى الله وسائل التنقل في المغرب. فبالتالي الدول كتاكتواليزي هذيك اللائحه ديالها من خلال هاد التظاهرات. اون بليس كاين دول اللي ما عارفين شنو هو المغرب، فهما كيكتشفوا المغرب من خلال هاد التظاهرات. في المغرب الاحتضان ديالو لهاد التظاهرات كان الهدف الاولى عنده هو ان هادوك الدول اللي ما عارفين حتى شي حاجه على المغرب، واللي كيقلبوا في امريكا اللاتينيه واللي كيقلبوا في اسيا، غيسمعوا بالمغرب فغيبداو يتوجهوا للمغرب. فالمشوشين الاخوان، هنا ركزوا معايا مزيان، المشوشين الاخوان كان عندهم هدف ان ما ندوش اللقب، هدف في المقام الاول، ولكن هذا ماشي هو الهدف الحقيقي. توهج ديال المغرب يزعجهم. علاش؟ لانه يضعهم في خانه المقارنه امام الشعوب ديالهم، وهذا الشيء غيخلق لهم البلبله، وغيخلق لهم مشاكل، وغيخلق لهم انقلابات، وغيخلق لهم عدم استقرار. هما واحد الرباعه ديال الشلاهبيه شفاره ما خدموش بلادهم. حنا مالنا اخوان؟ الله يجازيهم بخير. هذوك الناس اللي كيقول لك 2028 ما تكونش في المغرب، لا، خصنا ننافسوا عليها، خاصها تجي المغرب، حيت قد ما حنا تمسكنا بها قد ما هما كياكلوا العصا، وقد ما كتسمع هذاك الهضره ديالهم، هذاك غير الصدى ديال الالم اللي كيعيشوه هما داخليا. فبالتالي الاخوان ما نركزوش على الكلام اللي كيقولوا، وعلى هذاك التنقيص، وعلى هذاك الضحك، وعلى هذيك الفكاهه اللي كيحاولوا يصدروها لينا من الافواه ديالهم المسمومه. حنا خصنا نركزوا على ما هو اهم، ما الفائده التي ستعود لنا من احتضان هذه التظاهرات. كيف ما قلت لكم، هذا دخل في الماركتينغ. اي واحد كيمارس التجاره خاصو يصور المحل ديالو، خاصو يصور اشنو كيدير ليفريزون، كيدير هذه فانت كتعامل معاه. اما الا كان شي انسان منغلق على راسو واخا يكون عنده الذهب ما كيعرفش يدير الماركتينغ، راه ما غيوصلش. فبالتالي الاخوان، الله يجزيكم بخير، نساجموا كاملين حنا كمغاربه خلف الدوله ديالنا والاهداف ديالها الناعمه، وخلف المنتخب. الا فشلتي اليوم مع سي دياز، غدا ان شاء الله غتجيب اللقب ونجيو حنا كاس العالم ان شاء الله، وعلاش لا.